الأندية التي شاركت خلال هذه الفعالية وهذه الدورة. هذه البطولة شاركت خلالها 7 أندية من أندية الغابة أو الأندية المدرجة أو المنضوية تحت مظلة اتحاد الغابة، منها فريق زحل الفاتحة والأمل الأستاذ والزهرة جبرورة والاتفاق الجوز، وأيضا فريق الجوز في الجوز، وكذلك أيضا فريق الشاطئ بالغابة والنصر بالغابة والأمير والثياب، وكذلك أيضا فريق التضامن. هذه الدورة المباركة دورة ليالي الأقصى هي دورة سنوية تقام بين أندية منطقة الغابة لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج. قصدنا منها أن نثبت ونوثق لأغصاننا وأن نذكر شبابنا بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفين الأقصى. وكانت الدورة بحمد الله سبحانه وتعالى ناجحة بكل المقاييس. اليوم نختتم دورة شهداء الأقصى بنادي الزهرة الرياضي. نرحب ترحيبا حارا بكل زوارنا، وترحيب خاص بأسرة نادي النصر الرياضي اللي هو وصل معانا المباراة النهائية. نحن في نادي الزهرة شاكرين ومقدرين لكل الحضور، وبنفتكر إنه الدورة حققت أغراضها تماما. نحن سعداء جدا أن نكون في ختام الليالي الأقصى لكرة الطائرة بمركز مصطفى سالم، ونحن في نادي النصر الرياضي. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الفعالية الكبيرة، وده تحريك للعمل الرياضي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأعمال متواصلة. وعبر هذه الرسالة نحيي قوات الشعب المسلحة وانتصاراتها، ونحيي الشعب الفلسطيني وذكرى الإسراء والمعراج. الحقيقة والله نشكر الإخوة القائمين بهذه الدورة، لأنه جمعوا بين الأندية كلها على رحاب دورة الأقصى التي تذكرنا بالأقصى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر الأقصى من دنس المشركين. نحن في نادي الشاطئ والله نؤكد تماما بأن الدورة أوفت غرضها بمشيئة الله. نادي الزهرة الليلي يقام فيه اليوم الختامي لدورة طائرة الأقصى الثالثة للكرة الطائرة. يعني يا جماعة نحمد الله إنه في الغابة الناس تلعب كرة الطائرة، وده معناته إنه يعني الناس تحب الرياضة وشايف الجمهور الكبير ده، ونتمنى إنه يعني تتغنم أكثر ويكون في كرة السلة. فشكرا لمركز مصطفى سالم الثقافي، وفعلا أنا سعدت جدا جدا بالجمهور الكبير والتشجيع الصاخب، وده يوري إنه الناس بيحبوا الكورة. يعني دورة تحمل اسم ليالي الأقصى، ونحن في شهر رجب المبارك، وكل الانتصارات التي حصلت لإخوتنا الفلسطينيين بفلسطين قصر كبير جدا في المفاوضات، ونربط ذلك إن شاء الله هذه الأحداث بشهر رجب المبارك، نربط هذه الأحداث بشتى المجالات الإسلامية. وفي المجال الاجتماعي ترابط بين الأندية الموجودة في الغابة، ترابط اجتماعي كبير جدا. الآن المنافسة شغالة ما بين ناديي الزهرة الرياضي، ونحن في مسرح الزهرة الرياضي بجبرونا، ونادي النصر الرياضي. وهذا النادي نادي النصر نادي الزهرة الرياضي قوم استاد كامل في منطقة الغابة. الدورة الجانب الاجتماعي عندها مهم، وكذلك الدورة الرياضية جانب الكرة الطايرة ده اندثر. نحن عندنا في المحلية كثير جدا كرة القدم، لكن الآن مركز مصطفى سالم أحيا هذه الجانب الرياضي بالنسبة للكرة الطايرة.
رفع شعار نصرة المسجد الأقصى الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه الذي باركنا حوله. فبارك الله سبحانه وتعالى هذا الدوري لأنه انتسب وتسمى بذلك المكان المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك ويمد لنا في بركته في سائر الأيام. وأنا أذكر في دقائق إن شاء الله بأهمية هذه القضية، قضية المسجد الأقصى المبارك. هذه القضية أيها الإخوة الكرام والشباب خاصة الذين شاركوا في هذا الدوري، هذه القضية تهمنا جميعا. نحن الآن بلدنا عاشت حرب 2 سنين، ونزحنا من بيوتنا وأهلنا نزحوا 2 سنين. أخواننا في المسجد الأقصى وفي القدس نازحين ولاجئين لهم أكثر من 70 سنة. أكثر من كم؟ أكثر من 70 سنة نازحين داخل بلدهم ولاجئين خارج بلدهم أكثر من 70 سنة. شوفوا ناس كيف 2 سنين بس تعبوا. تخيل إنسان نازح ولاجئ أكثر من 70 سنة، كيف يكون حاله؟ التحية لإخواننا في مركز مصطفى سالم، وجزاكم الله خيرا جميعا. حقيقة حديثي عن جبرونة شهادتي مجروحة، لأنني نصفي من جبرونة، نصفي من جبرونة، والنصف الآخر كذلك من جبرونة. الله يجزيك. جبرونة يا أرض الجمال، خيرات فيك يا زهر الرمال، شاهد استاد سمع وطال، شاهد استاد سمع وطال، وأهلها طيبة وسمح خصال. ففي الأيام نصر قادم ما كان حتم وقوعه بالزور، ولسوف يا أقصى تعود مكرما، ولترفلن بحلية المنصور. ففي الأيام نصر قادم ما كان حتم وقوعه بالزور، ولسوف يا أقصى تعود مكرما، ولترفلن بحلية المنصور. ففي الأيام نصر قادم ما كان حتم وقوعه بالزور، ولسوف يا أقصى تعود مكرما، ولترفلن بحلية المنصور. ففي الأيام نصر قادم ما كان حتم وقوعه بالزور، ولسوف يا أقصى تعود مكرما، ولترفلن بحلية المنصور. ففي الأيام نصر قادم